بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض العجميه بتاعه الكحك، وكل سنه وانتم طيبين. بس قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. احنا دلوقتي حاطين طاسه على البوتاجاز اهي، ماشي. هنحط في ايه معلقتين سمنه، في ناس بتشتريها من بره حسب ما انتوا عايزين. معلقتين سمنه حلوين كده، ماشي. المنظر ده طبعا انا بقول للبنات المبتدئين كلنا شاطرين ما شاء الله، ماشي. معلقتين حلوين كده ونسيحهم، ماشي. هنحط معلقتين كبار دقيق، ماشي. المنظر ده كده. دلوقتي حطينا طبعا معلقتين دقيق ومعلقتين سمنه كبار كده، هنقلبهم، ماشي. بالمنظر ده كده. لازم تكوني طبعا ايه تعملي الدقيق كويس عشان ما يكلكعش معاكي. بالمنظر ده كده. نفضل نقلب كده شويه عشان الدقيق بس يتحمص معانا مع السمنه. بالمنظر ده كده. بس بيعمل البشاميل يا جماعه، ده طبعا اللي هي العجميه بتتعمل بالطريقه دي، ماشي. للبنات المبتدئين اللي عارفه كلنا شاطرين ما شاء الله، بس بنتعلم من بعض. اللي عنده معلومه بيوري التاني. المنظر ده كده. هو كده لونه اتغير اهو شويه. المنظر ده. هنجيب بقى المكسرات هنقلبها. المنظر ده كده. المكسرات حسب ما انت ايه حبيتي تحطي بقى، ماشي، اللي عندك. انا هحط شويه سمسم، وده فول سوداني، ماشي. كلهم متحمصين يا جماعه قبل ما احط الحاجه، ماشي. بالمنظر ده كده. وهنقلب برضو، بنحمص الحاجه برضو مع الايه مع السمنه والدقيق شويه برضو عشان ياخدوا من طعم واحد من بعض يعني. المنظر ده كده. هنضيف بقى العسل الابيض. المنظر ده كده. هنقلب شويه بقى كده، بعد كده ندفع عليه ونسيبه ايه يبرد خالص، ماشي. ونيجي مع بعض. نسيت اقول لكم كمان بنحط ايه ريحه كحك. نسيت اقول لكم كمان بنحط معلقه صغيره ريحه كحك. ونقلب برده كده ونقفل عليها بقى. طبعا هنعمل الخميره الاول، ماشي. هنحط معلقتين كبار سكر، طبعا دي معلقه صغيره بتاعت شاي، هنحط منها 4 معالق. بالمنظر ده. هنحط بقى الخميره الفوريه، معلقه كبيره، يعني هنحط معلقتين من الخميره الفوريه بالمنظر ده كده. ونحط بقى ميه دافيه، هنحط كده نص كوبايه. طب احنا قلبنا كويس اهو، هنسيبها بقى على جنب لغايه بايه ما الخميره تشتغل مع السكر وايه، ونبدا ايه ننخل الدقيق. نخلنا الدقيق اهو كده 2 كيلو. هنحط عليهم معلقه كبيره ريحه الكحك، ماشي. ما تكتريش منها، يعني معلقه كبيره بس كده. هنحط بيكنج باودر برضو معلقه كبيره كده، ماشي. المنظر ده كده. هنحط كيس من اللي هو البودره لبن البودره. المنظر ده كده. هنقلب بقى الحاجات دي ونيجي مع بعض. نسيت احط كمان معاكم ايه السمسم. طبعا السمسم ده متحمر يا جماعه. هنحط شويه كده مش هنكتر منه. المنظر ده كده. وهنقلب الحاجات دي بقى ونيجي مع بعض. نحط كمان يا جماعه معلقتين نشا، ماشي. المنظر ده كده. وهنقلب برضو ونيجي ايه مع بعض. دلوقتي طبعا احنا ايه قدحنا يجي 5 معالق كده من السمنه، ماشي. وهنحطها كده، ماشي. وايه وننزل عليها كده الدقيق. وهنجيب بقى السمنه التانية اللي هي من العلبه كده، ماشي. بالمنظر ده.
يعني احنا قدحنا شويه والتانيين حطيناهم ايه من غير قدح. ماشي، هنمسك بقى كله كده مع بعض كده. دلوقتي بقى هنقلب كله مع بعض كده، السخنه مع البارده كده المنظر ده. وهنبس بقى ايه الدقيق بالسمنه. ماشي، احنا كده لازم نبس كل الدقيق بالسمنه كده يا جماعه. اهم حاجه في الكحك عشان ينجح معاكي لازم تبس كويس. ماشي، دلوقتي بصوا اهي بعد طبعا ما ايه مسكنا الدقيق كده مع السمنه. ماشي، عملناها كده. شافوا شافوا عامله ازاي؟ ما شاء الله المنظر ده كده. لازم اهم حاجه في الكحك لازم تبس اول الدقيق كده بالسمنه. ماشي، طبعا انا حطيت كيلو وايه ونص كوبايه كمان يا جماعه. انا عامله 2 كيلو، خدوا كيلو سمنه وكوبايه سمنه كمان. ماشي، هنحط بقى ايه نص كوبايه الميه دي اللي هي بصوا بالخميره الفوريه. هنقلب كده، مش هنحطها كلها، هنحط شويه بشويه برضو. ماشي كده، ونلم بيها العجين. انا بلم بس مش بعجن. بصوا يا جماعه العجينه عامله ازاي ما شاء الله. لو العجينه لقيتوها برضو لما تكوريها وتلاقيها شققت معاكي تحطي معلقتين سمنه، ما تحطيش ميه. ماشي، تعالوا نشوف انا عملت صاج اهو. ده صاج اهو عملته اهو. هندخله بقى الفرن ونيجي مع بعض. بصوا يا جماعه دي العجميه اللي انا عملتها. طبعا عملتها وكورتها وحطها ايه في التلاجة. ماشي، بصوا يا جماعه انا كده عملت العجميه اهي. طبعا كورتها وحطيتها في التلاجة تمسك شويه بالمنظر ده كده. هنوريكم واحده مع بعض دلوقتي. كده كورنا واحده اهي ونفتحها من النص كده. هنحط واحده بقى كده المنظر ده كده ونقفل بقى عليها. ماشي، ونعمل بالبصمه بقى. ماشي، ونحطها في الصاج. بس يا جماعه ادي الكحكه اهو ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، شايفين؟ انا عايزه اوريكم بصوا ما شاء الله دايبه دوب اهي. وكل سنه وانتم طيبين وبألف هنا وشفا.